سلام، كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. بغيت نشارك معكم واحد السؤال اللي مؤخرا كيدور ليا بزاف في راسي، ولينا كنسمعوا الناس كيقولوا الزمان تبدل، ما بقى ما يعجب وما بقاوش الناس بحال شحال هادي. ولكن واش فعلا الزمان تبدل او اللي تبدل هو النيات، الناس، الاخلاق، القلوب؟ واش ممكن نرجعوا نعيشوا في سلام نفسي واخا كلشي تبدل؟ جاوبوني في لي كومونتير. ولكن قبل تبقوا معايا الفيديو حتى الاخر، راه فيه كلام من القلب وفيه بصيره ان شاء الله. كنت كنسكرولي في انستغرام وانا نلقى واحد الراجل كبير في العمر كان كيهضر مع الحفيد ديالو. يمكن قال له ولدي انا كبرت في الدوار، وكانوا الناس ديال الدوار دايرين فحال الخوت، الا مرضتي كيجيو لعندك، الا جا ولدك كيعطوك من طعامهم. سكت شويه وقال له دابا رجعت للمدينه وعندي كل شيء، ولكن والله ما مرتاح. كتحس الناس كتخاف من بعضياتها، كتشك، كتخبي. واخا عندنا التكنولوجيا ولكن ولات القلوب بارده. الزمان راه باقي هو، الشمس كتشرق الارض والقمر كيدوروا، الفصول كيتبدلوا، حتى شي حاجه ما تغيرات في الزمان. قال تعالى في سوره ياسين: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الزمان ما تبدلش، اللي تبدل هو سلوك الناس، تبدلات القلوب، تبدلات الاولويات. كانوا الناس كيعيشوا بالقليل ولكن قلوبهم كبيره، دابا ولاو عندهم ولكن طماعين، كيديروا المقارنه، كيسعاو يرضيو الناس اكثر ما يرضيو الله. واخا كنقولوا الناس تبدلوا، هادشي كيبقى ماشي غير احساس، راه واقع. شوف غير الواقع المغربي دابا، كل نهار كنسمعوا جريمه، اعتداء، سرقه، الناس كيتعداو على شرف، على ارواح بدون رحمه. حوايج ما كانوش مألوفين عندنا، ولينا كنشوفوا فيديوهات ديال العنف وكانها عاديه. القلب ما كيحش، العين ولات مولفه. فين مشات ديك الرجوله اللي كنا كنقولوا ما نبغيش شي واحد يتاذى قدامي؟ فين مشات ديك النيه ديال الناس اللي كانوا كيسلفوك الفلوس بلا حتى شي ضمانه؟ فين مشات الغيره على الجار، الخوف من الله؟ هنا ماشي فقط تبدلات العقليه، هنا تبدلات القلوب. بزاف ديال الناس ولات خايفه، الام ولات كتشوف ولدها خير الزنقه كتقول الله يحفظه يا ربي ما يوقع ليه والو. وهذا الاحساس ديال انعدام الامان راه كيساهم فيه التصرفات ديال البشر، بشر اللي نساو الله وكيخافوا غير من القانون، وداك القانون اصلا ما بقاش كيخوفهم لان الردع ضعيف. والسؤال اللي بغينا نجاوبوا عليه في هذا الفيديو هو علاش الناس تبدلوا؟ تو سامبلومون كثره الماديات، ولينا كنقيسوا بعضياتنا اولا كنقيموا بعضياتنا بشحال عندنا، لدرجه ان الفلوس ولاو عندنا هدف ماشي وسيله. دي تقول لي شكون اللي ماشي الهدف ديالو انه يدير الفلوس؟ المال والبنون زينه الحياه الدنيا. وراه كاينين شي انواع اللي ربي ما كيعطيهمش فلوس غير باش ما يطغاوش، باش ما يخرجوش لواحد الطريق اللي خايبه. المال مال الله ونحن مستخلفون فيه. الا بغيتي دير الفلوس اولا عندك فلوس، تصدقوا، ديروا الخير. تاني حاجة هي الأنانية، كل واحد ولا كيشوف غير راسو، أنا خاصني، أنا اللي مهم، ماشي مشكل إلا ضريت غيري. ونسينا قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، سورة الحشر. ثالث حاجة هي وسائل التواصل، قربتنا إلكترونيا وفرقاتنا إنسانيا، لدرجة أنه كل شيء ولا في التليفون حتى من لي سونتيمو. 4 غياب الدين في التربية، شحال هذه الوالدين كانوا كربيو على الخوف من الله، ولكن دابا ولاو كيربيو على الخوف من الفضائح. واش نقدروا نرجعوا الامور او نستسلموا لهذا الواقع اللي كنعيشوا فيه ونقولوا ما بقى ما يتصلح؟ لا خوتي، حنا مسؤولين باش اننا نرجعوا النيه ونرجعوا الخير ونرجعوا الروح في الحياه. بدا براسك، كون انت التغيير اللي بغيتي تشوفه في الناس. كن وفي، كن صادق، عاون بلا ما تسنى المقابل. رجع الدين لوسط حياتك، صلي صلاتك، قرا القران، وقبل ما دير اي تصرف تفكر واش انه يرضي الله او لا. قال صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. ربي ولدك على القلب الكبير وماشي على الرد السريع. كتلقى دري قد هكا كيقول شي حوايج اللي ما يجيوش لك في بالك. اي ثينك مؤخرا كاملين شفتوا داك الفيديو اللي كان كيتبارطاجا في السوشيال ميديا ديال هذوك الدراري اللي كانوا كيعذبوا دوك الحيوانات بدون رحمه، كيقطعوا القط راسو. راه لا حول ولا قوه الا بالله. فعلموا ولادكم، علم ولدك انه يكون طيب وماشي ضعيف، علم ولدك يكون شجاع ولكن عنده رحمه. والا شفنا شي واحد غلط ننصحوه، شفت خويا ولا اختي ولا صاحبتي غلط غادي ننصحو، عادي تقبل النصيحه مني، مرحبا، ما تقبلهاش يدبر راسو. خلاصه القول: الزمان باقي كيف هو، حتى شي حاجه ما تبدلات، وكل واحد فينا قادر يكون شعله نور في وسط الظلام. راه ماشي عيب تكون طيب، ماشي عيب تكون مزيان، ماشي عيب انك تكون نيه، العيب هو انك تمشي مع التيار وتولي نسخه من دوك الناس اللي ما عندهم ضمير، ما عندهم قلب، ما عندهم اخلاق، ما مربيين. نقولوا معايا: انا غادي نكون من الناس اللي باقي فيهم الخير، انا غادي نكون من الناس اللي باقي فيهم الخير. واخا يتبدلوا الناس انا غادي نبقى على اصلي، لان الله كيشوف
والله لا يضيع اجر المحسنين. الا وصلتي حتى لهنا بغيت نقول لك شكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن، وكنتمنى هذا الفيديو يكون حرك فيكم شي حاجه. ما تنساوش تقولوا لي في لي كومونتير شنو اكثر حاجه خلاتكم تحسوا فعلا انه الناس تبدلوا. دخلوا عندي الانستغرام تما كنخلي فيديوهات قصار على هنا. والى عجبكم الفيديو ما تنساوش دعموه بلايك بارطاج، ونشوفكم في فيديو جديد احسن من هذا. خليتكم على خير، باي باي.